الأهلي في مواجهة بيراميدز. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وبيراميدز موجود في الفيديو ده، بس ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات ودعوة من قلبك بانتصار النادي الأهلي وشير للفيديو. ونبدأ حلقتنا بموعد المباراة 27/4 الموافق الاثنين الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على قنوات اون سبورت، اللي قررت تعيين المعلق مؤمن حسن معلقا على مواجهة الأهلي وبيراميدز. النادي الأهلي بيدخل المواجهة برصيد 44 نقطة وبيراميدز برصيد 44 نقطة من أجل المنافسة على بطولة الدوري وحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا. لجنة الحكام قررت تعيين الحكم الألماني دانييل جيليجر الحكم الألماني وطاقم تحكيم بالكامل. التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي من وجهة نظر ياسس روب من أجل خطف الثلاث نقاط ومواصلة مطاردة نادي الزمالك على بطولة الدوري: من المتوقع في حراسة المرمى مصطفى شوبير، خط الظهر ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، في الجبهة اليمنى محمد هاني، في الجبهة اليسرى أحمد كوكا لتعويض غياب يوسف بالعمري، في خط الوسط إمام عاشور وأليو ديانج ومروان عطية، وفي الهجوم أحمد السيد زيزو وتريزيجيه، ورأس حربة صريح طاهر محمد طاهر. دي التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي من وجهة نظر ياسس روب، واللعيبة اللي هجهز في الفترة الأخيرة. كل التوفيق للنادي الأهلي وحصد الثلاث نقاط والمواصلة في الانتصارات ومطاردة نادي الزمالك على لقب بطولة الدوري في آخر 4 محطات وحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال إفريقيا البطولة المحببة للأهلي وجماهيره. لايك وشير وسبسكرايب من كل جماهير النادي الأهلي ودعوة من قلبك بانتصار النادي الأهلي وتحقيق الثلاث نقاط.